السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. أول حاجة راح أعرفكم مين أنا رانيا من قناة رانيا فاشن. عندي قناة باليوتيوب اسمها قناة رانيا فاشن. راح أترك لكم رابط القناة بصندوق الوصف حتى تشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايكات على الفيديوهات وتكتبوا لي تعليقاتكم وأفكاركم لفيديوهات جاية. بالنسبة للفيديو اليوم حيكون فيديو تعاوني مع قناة اللهلوبة. الفيديو موضوعه ماسكات طبيعية للشعر من مكونات طبيعية موجودة بكل بيت. راح تنصدموا شوية ايش هو المكون الطبيعي او الاساسي في الخلطات لليوم. المكون هو الزبدة. لا تستغربوا، ايوه الزبدة فيها عناصر ومواد مغذية للشعر، بتحل مشاكل جفاف الشعر وخشونة الشعر وتساقط الشعر وتقصف الشعر وإنه شعرك ما فيه حيوية. اليوم راح أقدم لكم خلطات جدا سهلة بتساعد على أنها تطول الشعر وتكثفه وتقلل من مشكلة تساقط الشعر، وكمان بتساعد إنها تطول الشعر. بعد المقدمة هذه صار عندكم حماس صح؟ حتى تعرفوا الفيديو أو الخلطات إيش هي. فالحل إنكم تتابعوا أو تكملوا الفيديو للآخر. وخلونا نبدأ بالماسكات. يلا تعالوا معايا نبتدي بأول ماسك اللي هو ماسك الزبدة والثوم. هذا الماسك بيساعدك على تكثيف الشعر وتطويله. طريقة الماسك جدا سهلة، كل اللي عليكي انك تذوبي الزبدة على نار هادئة، بعد كذا تضيفي فصين ثوم ناعم على الزبدة وتقلبيها على نار هادئة لمدة دقيقتين. بعد كذا تطفي النار وتتركي الخلطة نفسها لمدة 10 دقايق. بعدها تفصلي الثوم عن الزبدة بمصفاة حتى تستخدمي بس الزبدة على فروة راسك، تدلكي بيها فروة راسك من الجذور للأطراف. بعد كذا تغسلي تتركيها لمدة ساعتين. بعدها تغسلي شعرك بموية دافية وبشامبو. تقدري تستخدمي الخلطة في الأسبوع مرة واحدة. راح تلاحظي نتائج جدا حلوة بعد 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. بالنسبة لثاني ماسك راح أتكلم عنه، يتكون من المايونيز كمان الزبدة والزبادي. طريقة الماسك إنك تجيبي نص إصبع زبدة وعلبة زبادي و2 ملعقة مايونيز. ذوبي الزبدة على نار هادئة. بعد كذا بعد ما تذوب تطفي النار عنها وتحطي الملعقتين المايونيز وعلبة الزبادي الكاملة وتخلطيهم مع بعض. تحطيها على فروة راسك من الجذور للأطراف، دائما ركزوا على الجذور وعلى الأطراف. بعد كذا تغطي شعرك بالطاقية البلاستيكية أو بنايلون أو بسفرة. بعدها تغسلي شعرك بالموية الدافية فقط، يعني هذا يعتبر كأنه بلسم. يعني بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو راح يكون رطب وليس يعني مبلبل. تحطي هذا الماسك على شعرك كبلسم. غالبا ما في ريحة من المايونيز او الزبدة او الزبادي، بس لو كنتي انتي تضجري منها وتحسي انه في ريحة تقدري تبخري شعرك او تحطي دهن عود على شعرك او خمرية للشعر. تتركيها على شعرك هذه الخلطة تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة. نتائجها جدا حلوة بالنسبة لنعومة وتساقط الشعر، بتساعد على انها توقف تساقط الشعر. ما ننسى قد ايش المايونيز غني بالبروتين، والزبادي كمان يعتبر ماسك طبيعي للشعر. بالنسبة لآخر ماسك اللي هو ثالث ماسك بالزبدة وزيت الزيتون. هذا الماسك بيساعد على تطويل الشعر ونعومة الشعر.
طريقته كالعادة: تذوبي الزبدة على نار هادئة، بعد ما تذوب تطفي النار عنها، تضيفي 4 ملاعق من زيت جوز الهند، تخلطيهم مع بعض، وبعد كذا تبدأي تحطيها على فروة راسك، توزعيها على كل شعرك، تركزي على الجذور وتركزي كمان على الأطراف، تخليها من 2 إلى 3 ساعات على شعرك. راح تلاحظي إنها زادت في نعومة شعرك، وكمان راح تلاحظي يعني بعد شهرين إنه شعرك صار أطول وتحسن. تقدري تستخدمينه مرة واحدة بالأسبوع. بعد ما تخلصي 2 أو 3 ساعات تغسلي شعرك عادي بموية دافية وبالشامبو. هذا كان آخر ماسك. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى يكون الفيديو نال على إعجابكم واستفدتوا منه. لو عندكم وصفات لا تبخلون علي، اكتبوها لي بالكومنتات حتى أشوفها، وتأكدوا أني أنا بشوف تعليقاتكم وبتفاعل معاها. لا تنسوا تشتركوا بقناتي اللي راح أحط رابطها لكم بصندوق الوصف. اشتركوا بقناتي، قناة رانيا فاشن. اعملوا شير للفيديوهات، اعملوا لي لايكات. ومن هنا إن شاء الله الفيديو جاي أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. مع السلامة.